شركة القلعة الحمراء برئاسة محمد كامل هي الشركة المسؤولة عن بناء استاد الأهلي الجديد والمدينة الرياضية. الشركة دي عشان تعمل مشروع بالحجم ده استعانت بعدة شركات كبرى وعالمية عشان ينفذوا المشروع. عندك شركة بيلتون هي المسؤولة عن التمويل المالي. شركة تروجان واحدة من أكبر المطورين العقاريين في الإمارات، دي هتبقى مسؤولة عن بناء الاستاد. شركة أبناء سينا هتبقى مسؤولة عن بناء المدينة الرياضية. شركة هيل انترناشنال واحدة من أكبر شركات بناء الاستادات في العالم هتبقى مسؤولة عن التصميمات والإشراف الهندسي على التنفيذ. طبعا كلنا عارفين إن دول كلهم شوية نصابين، والموضوع كله على بعضه كده غسيل أموال مش أكتر ولا أقل. والزيتون الكلاماتا والليمون أبو عصفر، الحاجات الحلوة دي بتاعت الناس المحرومة المزنوقة في فرع واحد بقالهم 115 سنة. المهم ما علينا يعني. القلعة الحمراء ومحمد كامل ناس شاطرة قوي، بيعرفوا يحولوا التراب لذهب، فما بالك بقى وهم معاهم الأهلي، ده منجم ذهب لوحده. وفعلا الناس ابتدت تشتغل وحفروا ورموا أساسات، وفي نفس الوقت عملوا مشروع عاشت الأسامي وباعوا الفئات الغالية منها. ودلوقتي بيعملوا اوتلتس آخر شياكة، حاجة كده ايه تليق بالأهلي وشياكته يعني. مفيش بقى لا طوبتين ولا مفارش نايلو في نايلو ولا لزق شكرتون ولا شغل فراشة الحاج عباس ده. المهم عملوا الاوتلتس دي في كل فروع الاهلي للتسهيل على الاعضاء اللي عايزين يخلدوا اساميهم على سور الاستاد الجديد، وكمان عملوا لهم تسهيلات في التقسيط. موضوع يبدو سهل وبسيط، لكن الموضوع ده لوحده ممكن يغطي جزء كبير جدا من تكاليف المشروع. وبكده ممكن تبقى ال25 سنة اللي جاية كلها أرباح للقلعة الحمراء وللمستثمرين اللي معاهم بالتبعية. وبعد ال25 سنة كل ده هيرجع للأهلي وللأجيال اللي جاية تستمتع بيه وببلاش من غير الأهلي ما يتكلف مليم واحد. معادلة سهلة وبسيطة، وكل أطرافها كسبانين من الموضوع 100%. دي الأفكار، دي الناس اللي بتفهم، دي الناس اللي بتشتغل لمصلحة ناديها. طيب هنا بقى يظهر السؤال المهم. الزمالك بيمر بأزمة مالية كبيرة جدا، ليه ما عندوش ناس بتفكر؟ ليه ما فيش حد يعمل فكرة جديدة بره الصندوق، أي حاجة تنقذ النادي من اللي هو فيه؟ ليه مثلا مش بيفكروا يعملوا مشروع سيلفي الخرابة، ويبقى السلوجان بتاع المشروع خلد اسمك في الخرابة، واللي حابب يشترك يكتبوا اسمه على ورقة يلزقوها بشكرتون على سور الخرابة اللي في 6 أكتوبر، ويكتبوا تحت صورته مشجع كان نفسه في السادسة يا زمالك. ناس ما عندهاش دم.